سيادتك ما تخليهاش. الآن أيها الشعب الحبيب، خذ سيادتك، خذ سيادتك، خذ سيادتك، ما تخليهاش، ما تخليهاش تمشي من يديك، واختار ما بين الفرسان من هو أحسن للشعب الجزائري ومصالح الشعب الجزائري وعزة الشعب الجزائري وكرامة الشعب الجزائري. اختار بحرية، اختار الأفضل، اختار الأفضل، اختار الأفضل. ومواطني الوطن الواحد، والله لا أحاربنه هذا الواقع المر بكل ما أوتيت من قوة إلى آخر نفسي. تعهد أمام الله وأمام الشعب الجزائري بأنني قادر على إخماد نار الفتنة، قادر على إخماد نار الفتنة، قادر على إخماد نار الفتنة وسأخمد على الفتنة. ثانيا سأنعش الاقتصاد الجزائري. ثالثا سأعيد الكرامة للجزائريين. رابعا سأعيد الجزائر مكانتها بين الأمم. عاف الله عما سلف، عاف الله عما سلف باسم الشعب الجزائري. لا بد في سياسة المصالحة الوطنية، لا بد أن صدورنا تكون مفتوحة باتساع مساحة الجزائر. وما أدراك ما الجزائر 2,380,000 كيلومتر مربع. ما شاء الله عليك يا جزائر، ما شاء الله عليك يا جزائر، ما شاء الله عليك يا جزائر. قلوبنا اتساع مساحة بلادنا، ورحمة شعبها لا تفوقها إلا رحمة الله. إذن آن الأوان لنفصل في موضوع الوئام الوطني. الجزائري ويحب السلم والأمان والطمأنينة والعزة والكرامة للجزائر، حين ذاك يكون في صف الشعب الجزائري، لا يهم أنه يكون في الحزب هذا والحزب الآخر. المهم هو أن الاعتبار الحزبي يدوب أمام المصلحة العليا للجزائر. أنا في هذا الظرف اللي بلادي مهانة محتاج لأي جزائري يرفع الراية نتاع البلاد ويوري الناس في الخارج على أن الجزائر لا زالت حية وموجودة وواقفة وسيكون لها شأن.